تبدأ الحلقة يوم يجي سلطان لبيت خولة عشان ياخد ريان للمدرسة. تفتح له نغم الباب ويسألها عن حالها، فتقول له إنها بخير. بعدها يسألها عن بدر، فتفاجئه نغم وتقول له إنها ناوية تطلق بدر، واليوم رايحة للمحكمة ترفع قضية الطلاق. سلطان ينصدم من اللي سمعه. في هاللحظة تطلع خولة وتقول لنغم إنها بتروح معها للمحكمة. خولة تقول لسلطان: خد ريانا للمدرسة وأنا بروح الشركة. سلطان يرد: تمام، أوصل والحق عليك. نغم تروح للمحكمة عشان تقدم طلب الطلاق، وهناك تلقى خالد ينتظرها. تشكره على مساعدته، فيقول لها إن كل الأوراق جاهزة، ويقول لها ندخل للمحكمة. فجأة يطلع طلال ويقول لنغم إنه ما يبي يتركها لحالها بهالوقت. بنفس الوقت بدر كان يراقب نغم من بعيد، ولما يشوف طلال معها ينصدم ويقول في نفسه: الحين فهمت ليه تبي تطلقني، تبي تتزوج طلال. ويقسم إنه بينتقم منهم. في مشهد ثاني زياد يشوف نفس الأشخاص اللي دايم يضايقون نوها، فيروح لهم. نوها تطلب منه لا يتدخل، لكنه يقول لها ما يخاف منهم. يهاجمونه ويضربونه بقوة ويطيح بالأرض وهو ينزف. بعدها ياخذون نوها معهم ويمشون. للحين ما نعرف وش علاقتهم بنوها. نغم تطلع من المحكمة مع طلال، وخالد المحامي يقول لهم إنه قضية الطلاق سهلة لأن الطرف الثاني ما اعترض. نغم تفرح وتشكره مرة ثانية. طلال يعرض عليها يوصلها للبيت، وبدر كان يراقبهم ويتبعهم. نوها تطلع من البيت وتروح لسيارة زياد وتلقاه مغمى عليه. يصحى شوي ويقول لها إنه جاب لها الإيتار، وبعدها يغمى عليه مرة تانية. نوها تاخذ جواله وتتصل بأمه وتقول لها إنه زياد مصاب، وترسل لهم الموقع. سلطان وخولة يسرعون المكان زياد. في نفس الوقت يوصل طلال نغم للبيت، وتشكره نغم على وقفته معها، ويطلع طلال. فجأة يجي بدر بسيارته ويوقف عند نغم ويقول لها تطلع معه لأنه يبي يتكلم معها في موضوع مهم. سلطان وخولة يوصلون المكان زياد ويلقونه مغمى عليه. خولة تسأل نوها مين اللي سوى فيه كذا، فتقول لها إنه تشاجر بسببها، وتاخذ الأيتار وتمشي وهي تبكي. سلطان وخولة ياخدون زياد للمستشفى. بعدها نشوف مشعال رايح يقابل نوال، وسلمى تمشي وراه عشان تعرف هو مع مين. بعد ما يتعالج زياد، سلطان وخولة يرجعونه للبيت. الجدة تسألهم إذا صار بخير، وخولة تقولها إنه صار أفضل. سلطان يسأل زياد ليه تشاجر، فيقول لهم إنه كان يساعد نوها لأنه في ناس دايم يضايقونها. سلطان يبتسم ويقول له: وليه تساعدها؟ تعني لك شي؟ زياد يقول لا، فيضحكون عليه. مشعال يوصل للمطعم ويقابل نوال، وسلمى تراقبه من بعيد وتنصدم يوم تشوفه معها. تتصل على خولة وتقول لها إنها في الفندق وإنها مو بخير، وإن نوال مع مشعال. أثناء المكالمة تفقد سلمى وعيها من الصدمة. خولة ما تفهم شي وتقرر تروح الفندق، وسلطان يروح معها. يوصلون للفندق. سلطان يدخل ويشوف مشعال مع نوال، وينصدم ويتهاوش مع مشعال. تجي سلمى وتوقفهم وتقول لسلطان إنه مشعال جاء بس عشان يتكلم مع نوال عن موضوع الورقة. توصل خولة وتسأل سلمى إذا هي بخير، فتقول لها إنها أغمي عليها وإن مشعال ساعدها، وتقول إنه قال لها إنه بس يبي يعرف الحقيقة. يجلسون كلهم، ومشعال يقول لهم إنه قابل نوال عشان يعرف مين كتب الورقة، ويقول إنه ما يعرف شخص اسمه خلاف. وخولة بعد تقول إنها ما تعرفه. بعدها يقول مشعال إنه بحث عن خلاف واكتشف إنه ميت، ويقول لسلطان إنه بس كان يبي يتأكد إن نوال ما قابلته. بهالكلام ينجح مشعال إنه يخدعهم كلهم، مع إنه خولة لسه تشك إنه هو اللي كتب الورقة. بعدين يعاتب مشعال سلمى ويقول لها: ليه لاحقتيني وما وثقتي فيني؟ خولة تطلع وهي معصبة، ومشعال وسلمى بعد يطلعون. نوال تقول لسلطان إنها الحين تأكدت إنها ما قابلت خلاف، وتقول له إن خولة هي اللي تبي تفرق بينهم. سلطان يقول لها يلا نرجع للبيت. في آخر المشهد بدر يقول لنغم إنه سامحها ويبيها تعيش حياتها بسعادة، ويقول إنه ما يبي يطلقها، لكنه بعد ما يبي يجبرها تبقى معه. نغم تطلب منه السماح، فيقول لها إنك الحين مطلقة وعيشي حياتك. خولة سوت اجتماع مع مساعد الشركة، وقالت لهم إنها ما راح تتنازل عن زيادة رواتب الموظفين، لأن الموظفين هم أساس نجاح الشركة. لكن مساعدها قال لها إن الشركة تمر بأزمة وما تقدر تتحمل أي زيادات. خولة ردت عليه بعصبية وقالت إنهم يفكرون بس في جيوبهم، وأكدت إنها ما راح تسمح إن أي أحد ينظلم في هالشركة. سلطان تدخل وقال لها إنك دايم تفكرين بعاطفتك، فردت عليه وقالت له: قلت لك ما أحتاج نصايحك. بعدها خولة رجعت للبيت وقالت للجدة إنها حاسة إن مشعل يخطط لشيء.
الجدة قالت لها لازم توقفينه عند حده وما تخلين أي أحد يدخل في شغل الشركة. نغم اتصلت على طلال وقالت له إنها قابلت بدر وإنه تغير وسامحها وحتى مستعد يسامحك أنت بعد. طلال قال لها إنه ما يصدق بدر، لكن نغم أكدت له إن بدر تغير فعلاً ولازم تقابله. بعدها بدر اتصل على طلال وقال له إنه يبي يقابله. طلال فرح وبدر أرسل له الموقع. مشعل بعدين اتصل على سلطان وقال له إنه سمع إنه خولة سوت اجتماع اليوم. سلطان قال له إيه وتكلمت معنا عن رفع رواتب الموظفين. مشعل سأله وش قالت لك أنت؟ سلطان رد عليه وقال إن الموضوع يخصه هو وخولة وهو ما هو جاسوس. طلال راح وقابل بدر وبدر قال له إنه مسامحه على كل شيء سواه، وقال له بعد إنه يعرف إن طلال يحب نغم وطلب منه يتزوجها. طلال تردد وقال ما يقدر، لكن بدر قال له إذا تبي تشوفني سعيد تزوج نغم. وفي النهاية طلال وافق وهنا تنتهي الحلقة.